النهارده هنعمل حلقه جديده عن مصر الجديده. واول القصه ولا نسمع روكسي الاول؟ احنا نخش في الموضوع على طول. حي مصر الجديده ترجع نشأته الى الامبريال بارون امبان، وهو كان من اصل بلجيكي. لما وصل مصر خيروه بين 6 اماكن، كان اهمهم حي امبابه وحي المرج لاتساع اراضيهم، ومن هنا جت ربعت مصر الجديده 1897. تواريخ كمان تواريخ على قد بقى ده جديد على ده عمان. ايه اكتر حاجه مشهوره في روكسي من زمان لحد دلوقتي؟ ايه اكتر حاجه؟ لا، المعالم كلها اتغيرت. كل حاجه؟ كل حاجه، لان الميدان ده كان مشهور جدا بملاهي ادهم او باللونا بارك. ملاهي ادهم او اللونا بارك كانت من اكبر الملاهي في مصر، وكان فيها ساعتها مكان مخصوص للباتيناج. ايه الباتيناج ده؟ البتاع ابو عجل اللي بيسوقوا يعني في رجليهم دول ويفضلوا يجروا كده 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 في كده. وسط البلد ده. لو في حد غريب جاي مصر الجديده، ايه المكان اللي لازم يزوره؟ ايه المكان؟ ايه هو؟ كوربا. لما كان يجي عند اخر الميدان بتاع الكوربا كان يقول لهم يوت كيرب يعني هناخد الملف. يعني كوربا جايه من الملف. لكورب لكورب اللي هو كده ده. لما بقت مصر الجديده عشوائيه بدأوا ينقلوا على التجمع والرحاب والمدن الجديده. ما بيروحوا الحته اللي هي السوق الشرقي، اي حته يا فندم. الحتت اللي هي الووتر واي. لو احنا هنحكي قصه في مصر الجديده، تحب نقعد فين ونحكيها؟ نقعد فين؟ في الكوربا. في الكوربا. انت بتحب الكوربا انت عمان؟ طب انا دلوقتي لو حابب انزل الكوربا وعايز اقعد في مكان كده اكل سندوتش ولا اشرب عصير، اقعد فين؟ المفتريين. اقعد فين بقى؟ المفتريين دول. طب ايه الفرق ما بين مصر الجديده زمان ودلوقتي؟ شايف انها اتغيرت ازاي؟ يعني اتغيرت كده ولا كده؟ مصر الجديده كنت ممكن تتمشاها على رجلك، لانها عباره عن 5 ميادين، واولهم شارع الحجاز واخرهم شارع الحجاز. شارع الحجاز اللي هو بعد 1000 مسكن. شارع الحجاز موازي شارع الحجاز جايب من اول الخليفه المأمون لحد المطار. قول لي بقى ايه حكايه اسم روكسي؟ جاي منين الاسم ده؟ الاسم ده جاي منين؟ روكسي معناها جبال الحجار. وايه اللي جابه؟ ما انا بقول لك الامبريال بارون نفسه اللي اطلق اللقب ده. لان هي عباره عن صحراء، دي كلها كانت صحراء. الامبريال بارون ده كان من اصل بلجيكي. دي كلها كانت صحراء. قولوا وراها الامبريال بارون. الامبريال بارون امبان، وكان من اصل بلجيكي. لو الناس بتدور على اماكن هاديه في مصر الجديده، تنصحهم يروحوا فين؟ الوضع نفسه اختلف. يعني زمان احنا كان بالنسبه لنا ميدان الجامع، الكوربا، روكسي، كانت هي دي مصر الجديده زمان زمان. سؤال المشاهدين عايزين يعرفوا، ايه حكايه سينما روكسي وايه اللي حصل لها؟ اكبر مؤاخذه ملاهي في مصر وفي افريقيا دي كانت دريم بارك يعني. ملاهي كانت كبيره جدا ساعتها بالنسبه للزمن ده. قول لي بقى ايه القصور اللي في مصر الجديده؟ ايه القصور؟ قصور؟ وفي قصور ولا مفيش؟ لا، هي كانت فيلل، والقصور كانت كلها في صلاح سالم واغلبيتها بتوع عرب. يعني مفيش قصور؟ لا، في صلاح سالم. في صلاح سالم ده جديد عليا ده عمان. عايزين نسال سؤال مباشر للمتابعين. ايه هو السؤال؟ ايه هو السؤال؟ ايه اكتر ذكرى ليكم في مصر الجديده؟ هيقول لك السندباد. السندباد؟ دي ايه السندباد دي؟ ملاهي السندباد. ملاهي موجوده دي يا عم؟ لا حصل مشاكل. دي كانت بتاعت 2 بنات اخوات، وجي واحد استثمر معاهم ودخلوا شركه مع بعض وعملوا السندباد دي، وكانت تعتبر ساعتها حاجه برضه كبيره جدا. هم دايما الاخوات بيحصل منهم مشاكل. ولا مش هم بقى، الشريك بتاعهم هو اللي كان دخل في الطمع. هو دايما الشريك هو اللي بيحصل فيه مشاكل. لا، ابن خالته كان اصلا كان طفل شويه وما كانش واكل لحمه. هو دايما ابن خالته. احنا دلوقتي وصلنا لاخر الحلقه. لو كنتوا استمتعتوا معانا يا ريت نعرف رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير. استنونا في الحلقات اللي جايه من سلسله برنامج البودتاكس. سلام عليكم.